مرحبا بكم في قناة أخبار نيوز آب. أخبار على مدار الساعة ومواكبة لكل جديد. بعد النجاح الدبلوماسي الباهر للدبلوماسية المغربية بقيادة ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي في القمة العربية التي احتضنتها الجزائر مؤخرا، حيث فرض ناصر بوريطة شروطه على الجزائر البلد المنظم بعدما قام نظام العسكر بوضع خريطة مشوهة للعالم العربي، وذلك بعد بتر الجزء الجنوبي من خريطة المملكة المغربية، حيث ألزم بوريطة الجزائر بتصحيح الخطأ المتعمد، وهو الشيء الذي قامت به الجزائر صاغرة ومنصاعة لإملاءات وشروط ناصر بوريطة. واليوم نشاهد نفس المشهد يتكرر، وهذه المرة في مؤتمر المناخ الذي تنظمه جمهورية مصر العربية، حيث قامت مصر البلد المنظم لهذا المؤتمر بنشر خريطة المغرب كاملة وتتضمن الصحراء المغربية كجزء لا يتجزأ من المملكة المغربية، ضاربة بعرض الحائط كل مطالبات نظام العسكر ببتر خريطة المغرب. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل سيشارك تبون ومن معه في هذه القمة العالمية رغم اعتراف العالم بأسره لمغربية الصحراء، أم هل ستقاطع الجزائر هذه القمة؟ لا تنسوا الاشتراك ودعم القناة ليصلكم كل جديد.